مساء الخير. لما بنقول إن مصر بدأت مع بداية الكون وخلق الأرض بنلاقي الآخرين بيتهمونا بالمبالغة وإننا ناس متعجرفة، بس إحنا بنقول الحقيقة على فكرة، وده تاريخ مكتوب والنهاردة هننشر التاريخ ده. خليكم معايا، أنا إيمان مطر. أهلا بيكم. في حاجة اسمها عصور جيولوجية مرت على الأرض قبل خلق الإنسان. هنبدأ بعصر الإيوسين، وده كان من 56 مليون سنة. كانت مية البحر الأبيض المتوسط واصلة لجنوب مدينة إسنا عندنا في الصعيد. قعد الحال كده لغاية عصر الأوليجوسين، وده بدأ من 34 مليون سنة، وحصل فيه ارتفاع في الأراضي وانحصرت مية البحر المتوسط وظهرت مصر. وامتد العصر ده لمدة 11 مليون سنة. مرت بعد كده عصور جيولوجية اسمها الميوسين والبليوسين والبيلويتي، واستمرت من 23 مليون سنة لغاية 12 ألف سنة قبل الميلاد، ودي بيسميها المؤرخين العصر الحجري القديم. خلال العصور دي كان النيل بيجري بسرعة شديدة جدا وبيغرق الوادي في مصر بالفيضان، وبدأ يكون مستنقعات، وبمرور السنين بدأ ياخد شكل المجرى بتاعه الحالي دلوقتي ويعمقه. لما بدأت كمية الأمطار تقل، أخد عرض النيل يقل برضه، وكون مدرجات على مر العصور. وعاش الإنسان المصري القديم فوق المدرجات دي، وكان بيستخدم أدوات من الحجر الصوان، وساب آثار ليه فوق الهضاب دي. وبدأ المصري ينزل بالتدريج عشان يكون قريب من النهر ويقدر يشرب ويعيش. كان أكله عبارة عن الفاكهة اللي بيلاقيها واقعة من الشجر، وصيد السمك والطيور والحيوانات الصغيرة. وفي مرة واحد منهم بعد ما أكل فاكهة رمى البذرة بتاعتها في الأرض، وفوجئ بعد فترة إن البذرة طلعت. عرف ساعتها إنه يقدر يزرع بعض الحبوب وياخد منها كميات كبيرة بعد زراعتها. بعبارة تانية، بدأ المصري يتحول من جامع للقوت إلى منتج له، فأجبرته الزراعة على الإقامة في مكان ثابت عشان يرعى زرعه ويلم محصوله، وبنى له كوخ من الطين عشان يستقر فيه ويحفظ فيه المحصول ده. وبدأ يستأنس الحيوانات واتطورت مهاراته، وشكل من الطين وبعض النباتات أواني له يقدر يحفظ فيها حاجته، يعني زي ما بنقول كده دلوقتي حلل يطبخ فيها وحاجات يقدر يحفظ فيها حاجته. هنا لينا وقفة لازم نقفها. لما هيرودوت جه مصر، كهنة المعابد مرضوش يمنحوه أي معلومات عن الحضارة المصرية القديمة. هم كانوا مؤسسة مغلقة على نفسها، وكانوا بيعتبروا إن دي أسرار ما ينفعش تطلع لحد غريب. علشان كده ابتدع جملة مصر هبة النيل. طبعا النيل هو شريان الحياة بتاعنا، بس في الوقت نفسه المصري كان ليه دور كبير في بنى حضارته. ولو حبينا نصلح الجملة تبقى مصر هبة النيل والمصريين. والدليل على كلامنا إنه ليه ما شفناش حضارة زي حضارتنا في السودان وفي الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي، ما النيل بيمر من عندهم زينا. الحقيقة إن المصريين ملقوش الطريق سهل قبل التاريخ عشان يبنوا حضارتهم. وفي العصر الحجري الحديث، واسمه العلمي العصر النيوليتي، وده من سنة 9000 لغاية سنة 5000 قبل الميلاد، في المدة دي عرف المصري الحياة المجتمعية، وكون القرى الصغيرة، وتعاونوا ما بينهم وما بين بعض على حماية نفسهم وقراهم ومحاصيلهم من خطر فيضان النيل، واللي كان بيستلزم تعاون عدد كبير جدا من الناس ساعتها. وقدروا يشقوا القنوات علشان مية النيل توصل لأماكن بعيدة عنه، ونشفوا المستنقعات اللي كان عاملها النيل في بعض الأماكن، وشالوا منها الأعشاب والأشجار عشان يقدروا يزرعوها. وكل اللي فات كان بيستلزم برضو وجود زعيم يحترمه الجميع وينفذوا أوامره. وفرضت طبيعة أرض مصر إن عدد كبير من المصريين يسكنوا في قرى قريبة من بعض، وفي الأماكن طبعا اللي الوادي بيبقى واسع فيها. وعرفوا يصنعوا هدومهم البدائية، وبدأوا يدفنوا موتاهم في القبور، وبدأوا يصنعوا تماثيل وأدوات زينة. وما فاتش وقت كبير إلا واتكونت وحدات إقليمية، لكل منها زعيم له السلطة على اللي حواليه وعنده جيش يحميهم. وده كان نواة الحضارات اللي شافتها مصر في عصر ما قبل التاريخ، يعني من 7000 سنة. يا ترى الحضارات دي كان اسمها ايه، وبدأت فين في مصر، وحياة المصري القديم كانت شكلها ايه؟ هل اختلفت عن دلوقتي؟ هل لازلنا بنعمل بعض الحاجات اللي كانوا بيعملوها زمان ما قبل التاريخ؟ والمفاجأة، شكل المصري القديم كان شكله ايه في عصور ما قبل التاريخ؟ ده كله هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله. تحياتي.